تعرفين كل ما أحاول أوصفك أول شي يخطر على بالي فراشة. وما أدري ليش فراشة بالضبط. يمكن لأنه الفراشة ما تحاول تثبت وجودها، تمر بهدوء بس تترك أثر يبقى حتى بعد ما تغيب. وأني كل ما أكتب عنك أحس أكو فراشة صغيرة ترفرف بقلبي، وأتذكر دائما هالعبارة: أثر الفراشة لا يرى. هو ابتسم لأنه أني شفته من عرفتك. وتعرفين شنو أكثر شي يخليني أصدق هالإحساس؟ هو طريقة اهتمامك بالورد. من قد ما تعتنين بيه بكل هذا الحنان، مرات أتخيل يمكن الوردة نفسها ما تعرف إنه اللي يهتم بيها إنسانة. يمكن تتصور إنه اللي يعتني بيها فراشة. ولهذا كل ما أفكر بيش ترجع لي نفس الصورة: فراشة صغيرة ما تحاول تلفت الانتباه، بس تكون موجودة، وهذا وحده يكفي. هو إذا يوم أحد سألني شلون الواحد يوصف شخص يترك أثر بالقلب بدون ما يحكي هواية، ما راح أذكر اسم، راح أقول له تخيل فراشة. ولهذا إذا تسمعيني هسه اعتني بنفسك، لأنه أنا دائما راح أعتني بقلبك.